أنت لمّا تزوّجت زوجتك الكريمة، هل تزوّجتها قبل ما تيجي دبي وانتقلت معاك، والّا أنت جيت صحيح. وبعدين إمم. نزلت زي معظم يعني كتير أوي من الرجالة المصريين ييجي يكوّن نَفْسه شوية بعدين ينزل يتجوّز، إيه اترتّبت إزاي؟ بُص، أنا اللي هاحكيه لك أنت هتستغرب منّه جدًا، جدًا، إمم. جدًا، أنت هتبقى تشوفني كده واحد في المليون اللي ممكن ينفّذ حاجة زي كده. أنا آه. اتجوّزت قبل السفر، يعني أنا اتجوّزت وكنت عايش في مصر، وبعدين شغّال شوية في مصر وكده، وبعد كده أخدنا قرار السفر. ولمّا سافرت العادي بتاع أي بني آدم المعروف إن الراجل بيسافر في الأول، صح. يرتّب أموره، تمام. يضبّط أوضاعه، وبعد كده بيبعت ياخد إيه، مراته أو أولاده اللي كانوا موجودين. صحيح. أنا ما عملتش كده، أنا كنت متجوّز وعندي مراتي وعندي بنتي، كانت يمكن سنها سَنة تقريبًا، وأخدت قرار إن أنا أسافر أنا ومراتي وبنتي على نفس الطيارة. مع بعض. أول يعني فاهم؟ أيوه. إحنا نازلين على الله حكايتنا مش عارفين حاجة يعني. أيوه، بس ده مؤشِّر جميل جدًا إلى إن زوجة حضرتك مُساندة ليك جدًا. تمامًا، يعني أنت أخدت قرار معاك يا أندرو في ضهرك، طبعًا، يالّا طبعًا، دوس. طبعًا. إحنا كنا هناك وهنا كده وفي أي مكان هنبقى كده يعني. ما شاء الله. برضه أخويا كان support ليّا في الموضوع ده، لإن هو كان برضه إيه، هو أنا ما انصحش حد يعمل كده طبعًا، أيوه. وهو ما عندوش حد منتظره ومضبّط له أموره وهو جاي كده على الله. طبعًا. طبعًا. يعني أنا أخويا برضه ربنا يخلّيه لي، يعني هو كان مضبّط لي على الأقل الحاجات البدايات.